أحمد، هو أنت سمعت عن مخدر اسمه GHB؟ GHB؟ لا، أول مرة أسمع عنه. بص يا سيدي، ده مخدر خطير جدا. بيطلقوا عليه مخدر الاغتصاب أو بوت مخدر الحفلات. إيه الحكاية؟ مخدر الاغتصاب أو مخدر الحفلات؟ ليه بيقولوا عليهم كده؟ لأنه مادة ملهاش لون ولا ريحة، وبتتحط في المشروبات من غير ما الضحية تتحس. يعني إيه؟ ممكن يتحط لأي حد؟ أيوة، بالظبط. وهو كمان طعمه خفيف قوي، فما حدش بياخد باله، خصوصا لو المشروب ليه نكهة زي عصير أو حاجة غازية. وبيعمل إيه لما حد يشربه؟ شوف، لو جرعة صغيرة الشخص يحس براحة واسترخاء، بس لو الجرعة أكبر يبدأ يترنح، وبعدها يفقد الوعي خالص. طب ده خطير جدا، يعني ممكن أي حد يقع ضحية ليه بسهولة؟ بالظبط، وده اللي بيحصل في الحفلات أو الأماكن الزحمة، وخصوصا لما حد يسيب مشروبه مفتوح أو سابه لفترة ورجع له تاني. طب لو حد أخد جرعة كبيرة بيحصل إيه؟ شوف يا أحمد، الموضوع بيبدأ بأعراض زي دوخة شديدة وترنح، صعوبة في الكلام أو الحركة، غثيان وترجيع. لو الجرعة زادت الشخص ممكن يدخل في غيبوبة أو يتوقف التنفس، وده خطر جدا. يعني ممكن يموت؟ أيوة، الجرعة الزايدة ممكن تسبب الوفاة في حالات كتير لو محدش لحقه بسرعة. طب لو شفت حد فقد وعيه أتصرف إزاي؟ أهم حاجة اطلب المساعدة فورا، اتصل بالإسعاف، لازم يجي طبيب يتعامل مع الحالة. حافظ على سلامته، خليه في وضعية الأمان الجانبية على جنبه عشان لو حصل أي ما يختنقش. ما تحاولش تديه أي أكل أو شرب، ده ممكن يسوء حالته. خليك هادي، لو في ناس حواليك اطلب منهم يساعدوا. طيب الواحد يعمل إيه عشان يحمي نفسه؟ الحماية بسيطة بس محتاجة وعي. ما تسيبش مشروبك مفتوح أو بعيد عنك، خصوصا لو المكان زحمة. لو خرجت مع أصحابك خليكوا دايما مع بعض وما تسيبوش حد لوحده. ما تقبلش مشروبات من حد غريب. خليك ملاحظ، لو شفت أي حاجة مش طبيعية بلغ الأمن أو الشرطة فورا. والله كلامك ده مهم جدا، الناس لازم تعرف كل ده. أكيد يا أحمد، الوعي هو أكتر حاجة ممكن تحميك وتحمي غيرك. خد بالك من نفسك وما تسكتش لو شفت حاجة غلط. لازم أوعي كل اللي أعرفهم، مش لازم حد يقع ضحية للمخدر ده. لازم كل الناس تعرف وتبعت الرسالة دي لأصحابها وأهلها. الموضوع ده خطير، وبالذات على بناتنا. ربنا يحفظهم من كل شر وأذية الناس.